وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. يقال لصاحب القرآن، صاحب القرآن يعني الملازم له، القارئ له، العامل به. كل النصوص نفهمها على هذا الوجه: قراءة وعمل، قراءة وعمل ومتابعة. فصاحب القرآن هو الملازم له تلاوة وعملا، فيقال له: اقرأ وارتقي ورتل. اقرأ وارتقي أي وارتفع، اقرأ وارتقي أي وارتفع، ورتل أي وقرأ كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. عند آخر آية تقرأها أي من حفظك، عند آخر آية تقرأها أي عند آخر آية تحفظها. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: عند آخر آية تقرأها أي عند آخر آية تتلوها من محفوظك. قد تحفظ القرآن كله، لكن عندما يقال لك اقرأ، تقرأ إلى يعني موضع معين وتقف، تقول الباقي يشتي مراجعة. صح صح. فهذا معنى. إذا المعنى الأول: اقرأ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها عند آخر آية تحفظها. فإذا حفظت نصف القرآن كنت عند آخر آية تحفظها، ثلث القرآن، ربع القرآن، القرآن كله عند آخر آية تحفظها. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: عند آخر آية تقرأها أي من محفوظك، تتلوها من محفوظك وتقف عندها. فهذان معنيان، وعلى كلا المعنيين فالمراد بصاحب القرآن هنا على هذين المعنيين. المراد بصاحب القرآن ماذا؟ الحافظ. الحافظ. لكن العلامة العثيمين رحمه الله تعالى يقول يعني هذا الحديث ليس كحديث الماهر. الماهر مع الماهر بالقرآن، قلنا ايش الماهر بالقرآن؟ الحافظ المتقن مع العمل به. طيب، وهنا يقول الشيخ ابن عثيمين: لا، ليس هذا كذاك، إنما صاحب القرآن العامل به القارئ له ولو لم يكن حافظا. إذن فيشمل الحافظ ويشمل القارئ، لكن كلاهما يعمل به. هذا العمل قيد لا بد منه في كل هذه النصوص التي جاءت في فضائل القرآن. فذهب الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن القارئ أيضا يدخل في هذا الحديث، وفضل الله واسع. فضل.